السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من أيام الجمال، هنشوف أجمل وأكبر فندق على البحر في راس البر. فندق المينا جراند، واحد من فنادق شركة راس البر العالمية، الشركة اللي تم تأسيسها سنة 1945. الفندق بيعتبر واحد من أكبر وأجمل وأفخم الفنادق الموجودة على البحر. هنشوف فيو خيالي لراس البر كلها. يلا بينا. في الأول كده تعالوا أوريكم حاجة محترمة جدا الفندق عاملها لحبايبنا أصحاب الهمم أو لكبار السن، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. أسانسير مخصوص بينزل لغاية مستوى الشارع، بحيث لا يطلع ولا ينزل سلمة واحدة، يقدر يوصل لأي مكان في الفندق من غير ما يطلع سلمة واحدة. حاجة محترمة جدا، حبيت نبدأ بيها. تعالوا بقى نشوف فندق المينا جراند والفيو الخيالي بتاعه. ده الريسبشن. وبعدين في المطعم، تعالوا نشوف المطعم. المطعم كله على البحر، يعني بتبقى شايف البحر وانت قاعد تاكل. الفطار هنا بيبقى اوبن بوفيه. زي ما قلت لحضراتكم، الفندق تابع لشركة راس البر العالمية للفنادق، والشركة ليها 3 فنادق في راس البر، وليها فنادق في بورسعيد، وتم تأسيسها 1945. يعني الخبرة والقدرة في صناعة الضيافة والفندقة موجودة ومتوفرة، وده بيضمن أعلى مستوى للاستاف والتعامل والخدمة المقدمة. شايفين البحر، الفندق موجود بين شاطئ 59 وشاطئ 61 على البحر مباشرة. زي ما احنا شايفين الفندق بيدي لنزلائه كارت شمسية و4 كراسي على شاطئ فور يو. الشاطئ ده كنا شفناه وقلنا انه من انظف الشواطئ على البحر. كمان التراس موجود في الحديقة اللي شفنا الشماسي بتاعته في الاول، ده مفتوح لغير النزلاء، يعني اي حد يقعد فيه. اسعاره عادية جدا زي اسعار بقيه الكافيهات الموجوده على البحر، لكن هتقعد قاعده نظيفه زي ما احنا شايفين، وخدمه فندقيه على اعلى مستوى. المكان ده ملحق بالمطعم ومخصص للمدخنين، بحيث ما يبقاش فيه ازعاج لغير المدخنين داخل المطعم. ليه مدخل من المطعم ومن خارج الفندق من التراس الخارجي زي ما احنا شايفين. كفايه كلام، وتعالوا نطلع نشوف الغرف والفيو الاستثنائي للفندق. يلا بينا. فينا غرفتين ينفع يبقوا سويت، غرفتين دبل جنب بعض، وفي باب خارجي مشترك، او غرف دبل منفصلة. تعالوا نشوف نموذج الدبل، سريرين توأم. ما شاء الله الغرفة مريحة، الإضاءة فيها حلوة. الدولاب فيه ضرفة مراية وفيه مراية تانية، في شاشة كبيرة ما شاء الله، ميني بار، في سجادة صلاة وعاملين اتجاه القبلة، حاجة كويسة. في راوتر وواي فاي خاص. لكن تعالوا نشوف الفيو جامد قوي ده. شايفين صوت الشارع وانت قافل مش موجود، ما بتسمعوش، في عزل للصوت، لكن لما نفتح بتنفتح على أجواء الشارع وعلى الشاطئ وعلى كل حاجة. راس البر كلها مبانيها، مآذنها، شوارعها، لكن كمان الفنار هناك اهو شايفينه. الفيو خيالي بصراحة. الكافيه اللي تحت ده اسمه كافيه العدل، واللي هناك ده كافيه فور يو اللي انا قلت لحضراتكم عليه. والشاطئ بتاعه قلنا ان الفندق بيدي كارت شمسية و4 كراسي على الشاطئ ده. عشش راس البر، الفيلا هنا في راس البر اسمها عشش، زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده، وقلنا انك ممكن تلاقي فيلا هنا مش موجودة في القاهرة الجديدة وبيتقال عليها عشة.
حفاظا على تاريخ وطبيعة المصيف بتاع راس البر. وقلنا ان البشوات وكبار رجال الدولة والمشاهير كانوا بيجوا يصيفوا هنا بعد الحرب العالمية لما قامت، ما بقوش عارفين يسافروا اوروبا يصيفوا او حتى يروحوا اسكندرية ومطروح عشان الحرب هناك، فبقت الوجهة بتاعتهم راس البر. ومن ساعتها الكل وقع في غرامها، الفنانين والمشاهير، الأسرة المالكة، كبار رجال الدولة. اتكلمنا كتير عن الموضوع ده. ده الحمام طبعا مجهز بكل حاجة، شايفين الدش عامل ازاي، في فوط، بشاكيل، شامبو، صابون، كل حاجة، استشوار، كل حاجة. دي الغرفة التانية، تعالوا نشوفها. زي ما قلنا ينفع يتاخدوا الغرفتين على بعض كأنهم سويت أو غرفتين منفصلتين، يعني كل غرفة لوحدها. نفس الحكاية، كل الحاجات اللي شفناها في الغرفة الأولانية موجودة هنا أهو، اتجاه القبلة، سجادة الصلاة، دولاب، الشاشة، كل حاجة. الصوت معزول، مش سامعين أي صوت للشارع. نفتح زي ما حضراتكم شايفين. دي القعدة اللي تحت، الفيو حاجة في منتهى الجمال. الفندق فيه حمام سباحة على وشك الافتتاح، وفيه كمان سبا أو مركز صحي بيتم تجهيزه، لكن في حمام سباحة دلوقتي خارج الفندق بيتم استخدامه بحين الانتهاء من حمام السباحة بتاعها. هنا حاطين كل الخدمات اللي بيقدمها الفندق والتعليمات الواجب اتباعها، سيب حضراتكم تقروها. شايفين المنظر عامل ازاي وانت حتى قاعد على السرير، حاجة خيال خيال. تعالوا نشوف نموذج تاني. ده نموذج غرفة دبل بس كينج بيد. الغرفة فيها سرير كبير زي ما حضراتكم شايفين، القعدة الحلوة دي، كرسيين وترابيزة، ونفس الحاجات، الدولاب، الشاشة، الميني بار، سجادة الصلاة، كل الحاجات اللي شفناها قبل كده. الغرفة ما شاء الله جميلة، مريحة، نظيفة. طبعا الغرف كلها مكيفة وفيها واي فاي خاص. تعالوا بقى نطل على البحر من هنا، جمال وروقان مش محتاج تعليق أو كلام. الحمام في هنا كابينة للدش، شايفين الدش. طبعا بشاكيل، الفوط، الشامبو، الاستشوار، كل اللي ممكن تحتاجه هتلاقيه. تعالوا نشوف نموذج غرفة تريبل، غرفة ثلاثية. هي فيها سريرين، لكن في تحت السرير ده بينفتح سرير ثالث هنشوفه بعد شوية.
الحاجات اللي شفناها في بقية الغرف، كل الغرف نظام واحد، لكن البلكونة هنا كبيرة شوية لأنها لفة وواخدة نصيتين. تعالوا ندخل. شايفين قبل ما نفتح وبعد ما نفتح؟ الصراحة الواحد لا يكل ولا يمل من عرض الفيو ورؤية المنظر الرائع ده. أحلى فيو للبحر والمدينة ممكن تشوفه. راس البر مكان عالمي، نيل وبحر في مكان واحد، تخطيط أوروبي للفلل اللي فيها كل فنون العمارة، فنادق على أعلى مستوى. أتمنى يكون الفيديو ده إدى راس البر بعض من حقها لتستحق. إن شاء الله لينا لقاءات تانية لأماكن على سبيل الجمال من مصر، أماكن قادرة تصنع البهجة والفرح في حياتنا. تمنياتي بقضاء أسعد الأوقات. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.